واحد بيسأل سؤال بيقول: قرأت كتاب أبونا عبد المسيح الحبشي المتوحد الذي من دير البراموس، فما هي أهم ذكريات قداستكم عنه من ناحية حياته الروحية والنسكية وكيفية عيشته في المغارة؟ أنا ما أعرفش طبعا كيفية عيشته في المغارة، دي حياة خاصة، ولو أننا سكت جنبه في بعض أوقات يعني كتلميذ أتتلمذ عليه. هو من الصعب أن يتلمذ أحدا على الإطلاق. هو لا يتكلم إلا فيما يريد أن هو يتكلم فيه. احنا كنا محبين له جدا، وكنا نروح له في المغارة بتاعته ونودي له أكل وشرب، ويقعد معانا يحكي، لا نسأل ولا يجيب، إنما هو يتكلم في اللي عايز يقوله، يتكلم في اللي عايز يقوله ويقول زي ما عايز. يعني يروح الرسم مثلا على الأرض، يقول: شوف يا باتي دي إيه دي؟ أقول له: إيه دي؟ يقول: دي بحر. أقول له: دي بحر. ودي دير. دي إيه دي؟ أقول له: دي دير. يقول لي: الراهب في الدير زي السمك في البحر، يخرج من البحر يموت. خلاص، ده تعليم من التعليم. نخش في حاجة تانية. وبعدين من ضمن يمكن المحبة اللي كانت بيني وبينه إنه كنت بساعده في الكلام. يعني إيه أساعده في الكلام؟ يعني هو في كلام يعرفه بالعربي وكلام ما يعرفوش، لغته حبشية، فلما ما يعرفش يروح جايب لي أول مزمور من المزامير يكون فيه الكلمة اللي هو عايزها، اللي عايز ترجمتها. يعني مثلا يقول لي: من الأعماق. أقول له: من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي. إن كنت للأثام راصدا يا رب، يا رب من يخلص؟ لأن عندك المغفرة. يروح ماسك المغفرة أو ماسك من يخلص، ويكون هي الكلمة اللي هو عايزها. بس أنا أقول المزمور وهو يختار الكلمة، يعرف ترجمتها، يبقى إيه دي، يروح مستعملها. جه في وقت من الأوقات ما بقاش ياخد أكل من البراموس، كان يمشي من المغارة بتاعته اللي هي جنب البراموس لحد دير السريان عندنا علشان يملى مية أو ياخد شوية خبز. من كثرة التعب والمشي والحاجات دي، جه في وقت من الأوقات نظره ضعف وقوته ضعفت، فوقع على الأرض جنب الدير. الرهبان جم شافوه مرمي، خدوه وودوه الدير، قعدوا يفوقوا فيه وجابوا له شوية مية يشرب وريحوه شوية، وبعدين قعدوا يتكلموا معه. وبعدين بص لهم قال: شوف يا باتي، أنا دلوقتي أكلت، شربت، اتكلمت، في إيه من قوانين القديس مكاريوس ما كسرتوش. أن قوانين القديس مكاريوس لا يتكلم ولا يأكل ولا يشرب ولا يقعد مع الناس. هو راجل بسيط، والواحد ينتفع بالبساطة اللي عنده، وفي نفس الوقت كان جريء جدا. يعني مرة زاروه 2 من مطرنة الحبشة وهو راهب، كان عندهم حاجة بسيطة، وبعدين هم ماشيين بص لكل واحد ومسك الفراجية بتاعته. قال له: ايه دي يا باتي دي؟ انت واحد وزير؟ ما عجبوش الفراجية بتاعته ان قماش كويس. قال له: ايه يا باتي دي؟ انت واحد وزير؟ ما يهموش يعني ان ده مطران ولا مش مطران. حكاية بتاعت وزير ولا ملكان فضلت ماشية معاه حتى لما جه يمشي في الآخر. فاكر لما جيت أسكن عنده في المغارة اللي جنبه، يعني كانت المغارة
مليانة رمل وحاجات زي دي، كنت أنا بنظف المغارة وأشيل رمل. فيوم بشيل الرمل قال لي أباتي، قال لي ما فيش شغل النهارده، هنا ما فيش شغل. قلت له ليه؟ قال ده عيد الملك مخيل. يبقى عيد ملك مخيل ما فيهوش شغل؟ قلت له حاضر ما فيش شغل. يمشي طقس كويس وشجاع وجريء، والدنيا كلهم عنده مكسور ومخسور. مرة ناس جايين من المغارة عندهم ماشيين شافوا عقربة في السكة، قتلوها وراحوا وروها له. قال شاف البط؟ قال لا لا، في كتير منه وانا في كتير. كنا بنروح له أنبا توفيلس وأنبا سربمون وأنا، وأحيانا أحد الرهبان. ده اللي كان علاقة بيننا وبينه يعني. حياته الخاصة ما نعرفهاش طبعا، لكن نعرف عنه حياة الوحدة والنسك والشجاعة والبعد عن كل الأشياء الترفيهية في الحياة، مفيش خالص. ومغارته ما كانش ليها باب، لكن كان رجل وحدة بالمعنى المثالي، يعني رجل متوحد بالمعنى المثالي. فاكر مرة فات علينا في دير السوريان، كان أول مرة بقى أنبا توفيلس بنى سهريج في الدير، وكان أول سهريج يتبني في الأديرة كلها. فجاء أبونا عبد المسيح فتح الدير، دخل في الكنيسة في الأول، ضرب مطانية أمام كل أيقونة من الأيقونات ويسلم عليه وياخد بركة، ويضرب مطانية قصاد كل أيقونة وياخد البركة، ويضرب مطانية قصاد كل. دي كانت طريقته. وبعدين قعد مع أنبا توفيلس، كنا ساعتها لسه بنبني السهريج، فأنبا توفيلس بيحكي له على التعمير في الدير. وبعد ما خلص أنبا توفيلس بقى ينتظر كلمة مديح ولا كلمة تشجيع على كل التعب اللي بيتعب. وبعدين بص له قال له عارف قال لها ايه؟ قال لها ايه؟ قال لها مرتة شغل كتير. يعني الراجل اتكسر انه عارف قال لها ايه؟ قال لها مرتة شغل كتير. لذلك ما كانش بتاع مجاملات ولا حاجة، يقول الكلمة اللي عايز يقول إنها كلمة حق، ولو خبطت في اللي قصاده أو عورته